لو انت في هندسه اوعى تعمل الحاجات دي. لو انت في هندسه اوعى تكتفي بهندسه. نص مهندسين مصر يا صديقي بيعملوا كارير شيفت، فامن نفسك وتعلم اي حاجه تانية حتى لو هتتعلم الطبيخ. مشروع عربيه الفول اللي قدام الجامعه ده ممكن يبقى حقيقي وواقع في يوم من الايام، ومين عارف ممكن يكون انا وانت شركاء فيه. والكلام بجد، على قد ما تقدر انزل خد تدريب في كل المجالات المتاحه لتخصصك، حتى لو انت مقرر تكمل في مجال معين ممكن نظرتك للموضوع تتغير. وما تسمعش كلام حد يقول لك ان مجالات معينه ملهاش شغل ومجالات تانية ليها، وخش ده عشان تشتغل وما تخشش ده، وكل الكلام الفاضي ده. سوق العمل فيه فرص متفاوته وفي مجالات بينزل لها وظائف اكتر من مجالات تانية، بس صدقني الوضع ده ممكن يتشقلب في اي لحظه، ممكن بين يوم وليله كل حاجه تتغير، وعلى ما تتخرج يكون المجال اللي انت ما رضيتش تذاكره عشان المجال ده شغل قليل يكون هو رقم واحد والناس كلها بتدور عليه. فاشتغل على الحاجه اللي انت بتحبها وابدا اسعى فيها وذاكرها وميز نفسك فيها، عشان لو فرصتها 1 من 100 الواحد ده يبقى انت. واخيرا وليس اخرا، البشر مش نوعين مهندسين وناس تانية، البشر نوعين: مهندسين كهرباء، ثم مهندسين ميكانيكا، ثم باقي التخصصات، ثم ناس تانية. بس كده، فولو وشير وسلام.